السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايب قلبي اللي بيتابعوني من كل مكان. أتمنى يا رب تكونوا كلكم بخير. يا ريت لو أول مرة تشوفوني تنزلوا تحت تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس على الكل، ويا ريت لايك للفيديو عشان يوصل لأكبر عدد من الناس. تمام. انتوا زي ما اتعودتوا ان شاء الله معايا ان انا في القناة هنا بقدم لكم كل حاجة انا جربتها، كل حاجة فيها منفعة ليكم. كل حاجة ممكن تنفع بعض الناس، مش كل حتى الناس. لو هتنفع فرد واحد انا راضية ومبسوطة. تمام كده. آه، انا النهاردة كنت عاوزة اقول لكم او اعرفكم تجربتي مع جروس فورمولا او جروس فورميلا زي ما بعض الناس بينطقوها. انطقيها بالشكل اللي يعجبك. جروس فورمولا للأطفال. تجربتي معاه أنا ما عملتش الفيديو ده إلا لما اتأكدت منه الأول وصبرت عليه فترة عشان أحدد لكم وأعرف نتيجته أعرف يعني أعرف أتكلم عنه كويس إزاي. طيب، ده بيستعمل أولا لإيه؟ بصوا يا جماعة عشان ما فيش حد يدخل يهاجمني. أنا مش دكتورة، أنا أم زي أي أم. ما تمام. جربت حاجة معينة، بعض الناس ممكن تكون سمعت عنها وعايزة تجرب ولكن مش عايزة تدفع فلوس من غير تجربة. فأنا هدفي من الفيديو ده إن أنا مثلا أنا جربت خلاص أعرفكم تجربتي، كانت حلوة كانت وحشة هعرفها لكم بما يرضي الله. تمام كده. يعني عشان ما حدش يدخل يقول لي لا ما تتكلميش، ده يا جماعة مش اختصاصي. أنا أم زي أي أم، أنا بتكلم عن حاجة أنا جربتها وحبيت أفيدكم فيها، مش أكتر ولا أقل. تمام كده. طيب، بصي كده أولا، سمي بسم الله. أصل أنا ماسكة التليفون بإيد واحدة. بصوا كده، جروس فورمولا للأطفال، غذاء متوازن يحتوي على الطاقة والبروتينات والفيتامينات والمعادن اللازمة للنمو لجسم صحي ومثالي. لجسم صحي ومثالي. طيب، أولا أنا إيه اللي خلاني أجيب البودر ده؟ إيه اللي خلاني أجيبه أو أفكر إن أنا أجيبه؟ اولا لاحظت ان ولادي في الصيف ما بياكلوش خالص خالص خالص، نفسهم مسدودة بطريقة عجيبة، نفسهم مسدودة جدا. طيب، حاولت اعمل لهم اي حاجة بيحبوها مفيش فايدة، برضو زي ما هم مش عاوزين ياكلوا. شهيتهم مقفولة خالص من ناحية الاكل. حبيت ان انا ادور على حاجة تعوضهم شوية، يعني هيبقى قلة اكل ومفيش اي حاجة داخلة جسمهم ولا تعوضهم. ابتديت ان انا افكر في حاجة ان ممكن تكون سهل عليهم يشربوها كده اهو، وفي نفس الوقت ياخدوا منها كمية الفيتامينات والمعادن اللي جسمهم محتاجها. لاني فعلا فعلا حسيت ان ولادي اصفروا كده، خسوا بطريقة غريبة جدا. نفسهم وشهيتهم مقفولة جدا ومسدودة من ناحية الأكل. طيب، أنا لما استعملت ده، أولا طريقة استعماله ازاي؟ بصي كده، الكمية، مقدار الحصة. أولا أنا بحط 2 معلقة كبيرة على كوباية لبن عصير. ما عندكش ده ولا ده ممكن تحطي مية. ولكن الأفضل لو انت بقى عايزة يعني تبقى القيمة الغذائية عالية، حطيه في عصير أو حطيه في لبن. تمام كده. بصي بقى، الكوباية الواحدة ما شاء الله ما شاء الله، كمية المعادن والفيتامينات والطاقة اللي فيها كمية كويسة جدا. ان الطفل انت عارفة بيتحرك بيحرق بيجري بيصرخ بيعيط، كل دي طاقة مفقودة من عنده. طيب، ايه اللي يعوضها؟ بصي كده، انا عاوزة اجيب لكم بصورة واضحة. بصي، اولا الطاقة، مقدار الحصة 2 معلقة كبيرة دي الفيتامينات دي لكل كوباية. يعني الفيتامينات كلها اللي مكتوبة دي للكوباية الواحدة. بصي بقى فيها إجمالي الدهون، دهون مشبعة. بصي بقى، اللي يهمنا الصوديوم. الصوديوم 60 ملي جرام. الكالسيوم 241 ملي جرام لكل كوباية. ماشي. أنا عايزة بس أوضح لكم الصورة لأنها مهزوزة مني. بصي، الحديد 40، لا، الحديد 2.8 ملي جرام فيتامين ج.
حديد، مغنيسيوم، فوسفور، بوتاسيوم، زنك، سيلينيوم، سيامين، حمض، أنا مش شايفة كويس يا جماعة، فيتامين B6، فيتامين B12. يعني في كمية معادن وفيتامينات للكوباية الواحدة، ما شاء الله كمية كويسة جدا. ممكن تعوضهم عن الأكل، ممكن تعوضهم شوية عن الأكل. طبعا الأكل لا غنى عنه، ولكن طب افرض الطفل نفسه مسدودة ومش عاوز ياكل خالص، هنعمل ايه في الوقت ده؟ هنسيبه كده؟ مش هنسأل فيه، لا هنشوف أي حاجة بديلة اللي هي لحد ما حالته تتحسن. تمام. طيب، أولا ده بيعمل إيه؟ بيمد الجسم بالطاقة، لأن في كمية فيتامينات محترمة للأطفال، كمية طاقة وفيتامينات ومعادن وحديد وكالسيوم، كمية محترمة. طيب مين تاني يستعمله غير اللي هم مثلا عندهم فقدان في الشهية للأطفال؟ الأطفال النحيفة جدا، الأطفال النحيفة، لأنه ده فعلا فعلا مع الاستمرارية بيزود الوزن، بيزود الوزن عند الأطفال. بس ما تستنيش نتيجة من أول شهر، يعني ممكن أول شهر تلاقي يعني نتيجة لا تذكر كده، فهماني؟ لكن انت لو بتستعمليه لزيادة الوزن عند الأطفال، لا استمر عليه بقى من شهرين ل3 شهور، هتبدأي تحسي بقى بالفرق. ودايما قبل ما تيجي تستعملي أي نوع أو أي حاجة من الحاجات دي، اوزني طفلك قبلها، قبل الاستعمال خالص، عشان تيجي بعد شهر توزنيه، بعد شهرين توزنيه، تعرفي ان الحاجة دي نفعت معاه ولا ما نفعتش، زودت في وزنه ولا ما زودتش. تمام كده، اكتبي كده عندك في كراسة، في اي حاجة عشان تبقي متذكرة. اكتبي وزنه وكل حاجة. تمام. طيب اولا في حاجة تاني، انا زي ما قلت لكم انا مش دكتورة يا جماعة، انا مش دكتورة، ولكن انا ام وتجربتي. ايه تاني بيسد النفس عند الاطفال وبيخليهم مصفرين كده هوت وطاقتهم رايحة في داهية، والعيل عنده خمول وينام من هنا ويقوم هنا؟ اعملي تحليل حديد، اعملي CBC، صورة دم كاملة، اعملي صورة دم كاملة لطفلك. تمام. اعرفي نسبة الحديد عنده قد ايه، اعرفي الكرات الدم عنده قد ايه، صورة الدم الكاملة بتبين لك كل حاجة في الدم. يبقى التحليل ده لازم 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 يتعمل للأطفال، عشان تعرفي طفلك عنده نقص في الحديد اللي هي الهيموجلوبين ولا لا. التحليل ده مهم جدا، لأن لو عنده أنيميا هتلاقيه مش مركز معاكي في المذاكرة، هتلاقي عنده توهان، هتلاقي عنده فقدان في الشهية، هتلاقيه مصفر، هتلاقي وزنه بينزل، هتلاقيه عنده خمول، عنده دبلان كده في وشه، عنده نحيف مش بيطول. الأنيميا دي يعني مسبب رئيسي لأمراض كتير. الأنيميا أنا نفسي صراحة بعاني منها جدا، وانا برضو هعمل لكم باذن الله فيديو هتكلم فيه بقى عن حديد وعن نقص الحديد للكبار كمان، وتجربتي وايه الانواع اللي انا جربتها. ان شاء الله برضو هعمل لكم فيديو جديد بالكلام ده. تمام. بس دلوقتي احنا بنتكلم عن الأطفال، احنا دلوقتي بنتكلم عن الأطفال. لو عايزيني أقول لكم برضو تجربتي مع أدوية الحديد للأطفال، وإيه اللي أنا استعملته، حاجات رخيصة وحاجات غالية، وإيه معايا اللي جاب نتيجة وإيه اللي ما جابش نتيجة، وإيه اللي لاحظته فعلا بيحسن الطفل وإيه اللي العكس، قولوا لي تحت في التعليقات، وانا اقول لكم تجربتي من كل حاجة انا استعملتها، سواء ليا او سواء للاطفال الصغيرة. تمام. نسيت اقول لكم ان ده في منه اطعمة، في منه فانيلا، وفي منه بطعم الموز، وفي فراولة، وفي شوكليت. انا جبت ده الشوكليت. تمام. بس ممكن استعمل برضو، ممكن عايزة اجرب اللي هو الفانيلا ده. يعني في ناس استعملته بيقولوا طعمه كويس، مش بيبان. عايزة تدخليه في وصفات لو طفلك يعني خلاص بقى ما بيحبش طعم الحاجات دي وكده، دخله له في وصفات، ولكن الأفضل إن هو ياخده في عصير، ياخده في لبن، ياخده في مية، ياخده كده كوجبة يعتبر داخل جسمه. أولا هو برضو يعني
انت عارفة لو اديتهولهم مثلا بعد الفطار بعد الغدا، لو هو طفلك ما شاء الله اساسا يعني ايه، بياكل لحد ما، واديتهولهم مش بيشبع، فهماني؟ يعني لا بياخدوه عادي، برضه بياخدوه عادي، فهماني؟ فاهمة قصدي؟ يا رب يكون كلامي يعني واضح بالنسبة لك. يعني مش بيسد النفس أو بيملى المعدة، لأ. يعني لو انت طفلك بياكل وبتديهوله كزيادة وزن، لأ هتديهوله بعد الوجبة عادي بساعة ولا حاجة، لأ مش هتلاقيه تعشى عادي وكل حاجة عادي، فاهماني؟ لكن أنا صراحة مش جايباه لزيادة وزن، أنا جايباه لأن عندهم فقدان جامد في الشهية ومش بياكلوا، فخفت يعني ايه يحصل معاهم مضاعفات بزيادة، فقلت أجربه. وهو كويس مش وحش. ما شاء الله في كمية معادن زي ما قلت لكم، فيتامينات، ان الطفل يقدر يتحرك يحرق، يديله طاقة يديله باور. تمام كده. يا ريت ما كنتش طولت عليكم، سامحوني لو انا طولت شوية في الفيديو، ولكن كان لازم اتكلم عن كل حاجة، عن كل حاجة بالتفصيل الممل فيه. يا ريت اللي أول مرة يشوف القناة ينزل تحت يشترك في القناة ويفعل الجرس على الكل. ويا ريت لايك للفيديو عشان يوصل عدد أمهات كتير. يلا أستودعكم الله. باي باي.